بيبدأ فيلمنا مع بنت صغيرة اسمها ميزي، وبتكون عايشة في دار أيتام، وبنشوفها وهي بتحكي قصص عن الوحوش البحرية، لأنها بتكون متعلقة بالبحر والوحوش اللي فيه، وبتبقى قاعدة تحكي للأطفال من كتاب الكابتن كرو، وبتكلمهم عن أعظم سفينة لصيد الوحوش، وبيكون اسمها الانفيتابل. وفجأة بتدخل عليهم مشرفة الدار، وبتشوف ميزي وبتحكي لهم قصص في نص الليل، فبتحذرها وبتقول لها لو قررت السهر مع الأطفال هحلقلك شعرك المنكوش ده. وبعدها بتقرر ميزي إن هي تهرب من الشباك لأنها خايفة من المشرفة ومش بتحب الحبسة، وبتهرب القردة بسهولة ولكنها حرامية. وبنروح لسفينة الانفيتابل، وبيكون قائدها الكابتن كرو، وبيكونوا بيستعدوا لمطاردة وحش عملاق، وده بيكون اسمه جيكوب، أمهر صياد على السفينة، وبيكون القائد بيحبه جدا. وبنشوف الكابتن كرو وهو متحمس جدا لمطاردة العصف الأحمر، لأن الوحش ده هو السبب في ضياع عينه من 30 سنة. ولما بيشوفه قدامه بيدي الأوامر للصيادين بالاستعداد لمهاجمة العصف الأحمر، بس بيبص وبيتفاجئ بهجوم قوي على سفينة تانية. فبيقرر كرو انه يوقف مطاردة العاصف الأحمر وهو غضبان جدا، وبيأمرهم انهم يغيروا الاتجاه علشان يساعدوا السفينة التانية بسرعة قبل ما تغرق. فبيسأله جيكوب انت ليه عملت كده؟ فبيقول له كرو لأن في معاهدة بين كل الصيادين، وبتجبر كل كابتن فيهم انه يساعد التاني لو محتاج للمساعدة. وبنشوف السفينة التانية هم فاقدين الأمل وخلاص هيغرقوا، لكن الكابتن بتاعهم بيحاول يشجعهم وبيقول لهم لو متنا نموت بشرف. وبيضرب الكابتن كرو نار في الهواء علشان يجذب انتباه الوحش، وفعلا بيجذب انتباهه، بيكون في طريقه لناحيتهم، وبيدي كرول أوامر إنهم يستعدوا للوحش اللي داخل عليهم. وفعلا بينفذوا الأوامر وبيضربوا الوحش وبيصيبوه، وبدل ما كان الوحش داخل عليهم بينزل تحت المية وبيغير اتجاهه. فبيلحقوا جيكوب وبيكون فاكر إنه هيهرب، وبيضربوا بسهم في عوام علشان يعرفوا يحددوا مكانه. بس الوحش ده ذكي جدا لدرجة إنه قطع الحبل بتاع العوامة، وبيكون جيكوب مش عارف يحدد مكانه. وبنشوف الوحش تحت السفينة وبيبدأ عليهم الهجوم وهو غضبان جدا. فبيحاول جيكوب انه ينقذ الصيادين، وبيطير على دراع الوحش وبيطحوله. فبيشوف الوحش وبيحاول يموته، بس بيهرب منه جيكوب بسرعة وبيحدفه بالرمح وبيصيبه، وبتكون إصابة قوية جدا لدرجة إن الوحش بيسيب السفينة وبينزل تحت المية. وبعدها بيطلع الوحش دراعه وبيهدف جيكوب بعيد عن السفينة وبيقع في المية، وبيطلع من تحته علشان يبلعه، لكن جيكوب بيهرب منه بكل شجاعة وبيتعلق في دراعه وبيوصل لظهر الوحش. وبيشوف الكابتن كرو بتكون هي دي الفرصة المناسبة، وبيروح يجيب الرمح بتاعه وبيجري بسرعة علشان يخلص على الوحش. وفعلا بيطير عليه وبيضرب الوحش ببطنه وبيموته، وبينزل وراه المية وبيقطع القرن بتاعه علشان ياخد المكافأة من الملك. وقبل ما يطلع بيلف الوحش دراعه عليه وبيسحبه معاه تحت المية. ايه الوحش الرخم ده؟ فبينقذه جيكو في آخر لحظة قبل ما يموت، وبيطمن عليه وبيقول له الحمد لله على السلامة. وبعدها بيروح جيكوب لكرو بيقول له هنرجع ونصطاد العاصف الأحمر. فبيقول له كرو أنا لو كنت مت دلوقتي كان ايه اللي هيحصل للسفينة، وده علشان كان هيموت وجيكوب أنقذه. وبيطلع كتاب مكتوب فيه جميع الوحوش اللي اصطادوها، وبيقرر إن آخر حاجة يكتبها في الكتاب ده هي العاصف الأحمر. وبعدها هيكون جيكوب هو قائد السفينة ويكمل من بعده. وبيعرفه لما كان صغير ولقاه في وسط البحر وأنقذه، وأخده رباه معاه علشان يكون قائد السفينة من بعده. وبعدها بيوصلوا للمدينة وبنشوف كل الناس مستنيينهم وفرحانين بيهم، وبيكون جيكوب بيشرب وبيحتفل. فبتظهر له ميزي وبتتكلم معاه وبتكون مهتمة بالبحر وقصص الوحوش، والسبب في ده إن أهلها كلهم كانوا صيادين وماتوا في رحلة صيد. وبتطلب من جيكوب إنها تكون معاهم على السفينة، بس بيرفض جيكوب لأنها صغيرة. وبعدها بيروح عند الملك علشان ياخدوا المكافأة، بس بتكون الملكة غضبانة منهم جدا علشان سابوا العاصف الأحمر وراحوا ينقذوا سفينة تانية. وبيطلعوا بره القصر بيوريهم الملك سفينة الإمبراطور الحربية الجديدة، وبتكون مجهزة بأسلحة قوية جدا، وبيقولوا لهم إنهم مش محتاجين الصيادين بعد كده، والسفينة كفيلة إنها تخلص على كل الوحوش اللي في البحر. بس كروكر ليه رأي تاني وبيقول السفينة دي ما تصلحش للصيد، وبيفهم إنهم عايزين يستغنوا عنهم فبيتعصب عليهم. فبتأمر الملكة بحبسهم وتفكيك سفينة الانفيتابل، بس بيتدخل جيكوب في آخر لحظة وبينقذ الموقف، وبيقترح عليهم إنهم يعملوا مسابقة واللي يصطاد العاصف الأحمر هو اللي هيكسب، ولو خسرنا ممكن تقدروا تفككوا السفينة وتعملوا اللي انتوا عايزينه. فبيوافق الملك على الاقتراح ده بصعوبة شديدة، وبيطلعوا رحلتهم وبيجهزوا السفينة والأسلحة اللي معاهم علشان يصطادوا العاصف الأحمر في أسرع وقت، هو ده الحل الوحيد. وبيجتمع كروب الصيادين وبيعرفهم إن جيكوب هو اللي هيكون القائد من بعده، ولسه بيفتحوا البراميل بيتفاجئوا ببيزي تحت واحد منهم، وبيكون جيكوب متفاجئ إن هي استخبت على السفينة. وبيجي كرو علشان يعرف هي مين وبيتكلم معاها، وبيتفاجئ إن هي عارفة كل حاجة عن الصيد والوحوش اللي اصطادوها، فبيفرح بيها وبحماسها وبيوافق إن هي تكون معاهم، وبيأمر المساعدة بتاعته إن هي تهتم بيها وتكون المسؤولة عنها. وبعدها بيوصلوا للمكان اللي عايش فيه العاصف الأحمر، وبيدي كرو الأوامر علشان يستعدوا بسرعة للهجوم، وبيبدأوا يضربوه بالمدافع، لكن العاصف الأحمر مش بيحصل له حاجة، فبيضطروا يضربوه بالرماح المربوطة بالحبال علشان ما يعرفش يهرب منهم. لكن العاصف الأحمر قوي جدا لدرجة إنه بيسحب السفينة بسرعة وبيعمل دوامة علشان يغرق السفينة.
فبيفهم جيكوب ان هما في خطر والسفينة هتغرق. فبيقول له كرو لازم تقطع الحبال علشان العصف الاحمر هيغرق السفينة. بس بيرفض كرو، بيصمم انه يخلص على الوحش. غبي اوي الراجل ده. فبتحس بيزي بالخطر وبتقرر ان هي تقطع الحبل، وبتجيب الخنجر اللي معاه وبتحاول تقطعه. فبيشوفها كرو وبيفضل يزعق لها وبيهددها بالقتل لو قطعت الحبل. وبيروح جيكوب لبيزي ويساعدها لغاية لما الحبل بينقطع، واخيرا بترجع السفينة لوضعها الطبيعي. بس بيزحلقوا جيكوب وبيزي من السفينة وبيقعوا في المية، وبيتفاجئوا بالعاصف الأحمر واقف وراهم. ولما بيشوفهم بيسيبهم وبيمشي، وبيكونوا مش مصدقين إن الوحش سابهم. وبيلاقوا مركب صغيرة وبيطلعوا عليها، وبنشوف كرو بيطلع المسدس وبيهددهم بيه علشان يبعدوا عن السفينة. وفجأة بيبلع العاصف الأحمر جيكوب وبيزي، وبنشوفهم هما جوه بطن العاصف الأحمر. وبدأ جيكوب يدور على أي مكان يخرج منه، بس بيتفاجئ إن العاصف الأحمر بيطلعهم من بطنه وبينزلهم على شط جزيرة في غاية الجمال. وبيكونوا مش مصدقين إن العاصف الأحمر هو اللي أنقذهم. وبعدها بيسيبهم على الشط وبيدخل جوه الجزيرة، وهم واقفين بيسمعوا أصوات قوية جدا. فبيعرفوا إن الجزيرة مليانة وحوش ضخمة. وبعدها بيلاقوا قوقعة عملاقة وبيدخلوا يناموا فيها. وبتتكلم ميزي مع جيكو بتقوله أنا شاكة إن القصص دي مكتوبة كلها غلط، لأني قريت فيها إن الوحوش هي اللي بدأت الحرب مع البشر، واللي شفناه النهاردة إن العاصف الأحمر أنقذنا من كرو لما كان بيهددنا بالمسدس. لكن جيكوب مش بيصدق كلامه وبيتعصب عليها وبيزعق لها علشان انت السبب في قطعان الحبل من البداية. وبعدها بنشوف المساعدة وهي رايحة تكلم كرو، وبتقوله لازم نلغي رحلة الصيد لأن السفينة مبقاش فيها حتة سليمة، ولو فضلنا شوية كمان السفينة هتغرق. فبيقول لها غير الاتجاه لجزيرة هولولولو، وكلهم بينصدموا لما بيسمعوا الاسم. فبتقوله المساعدة دي جزيرة ملعونة وأساليب الصيد اللي فيها ممنوعة. لكن بيتعصب كرو بيقول لها أنا مستعد أعمل أي حاجة علشان أنتقم من العاصف الأحمر. وبعدها بيركب جيكوب وبيزي المركب بتاعتهم، وهم لسه بيتحركوا علشان يمشوا من الجزيرة بيظهر لهم وحش عملاق وبدأ يهجم عليهم. وفي آخر لحظة بيظهر العاصف الأحمر وبيهجم على الوحش اللي بيطاردهم علشان ينقذ جيكوب وبيزي منه. وبيقدر جيكوب انه يصيب الوحش بالرمح في رجله، فبيستغل العاصف الأحمر إصابته وبيحدفه بعيد. وبينقذ ميزي من الغرق وحش صغير وبيكون شكله جميل جدا. وبيلاقوا المركب بتاعتهم مكسورة، فبيقول لها جيكوب لازم نرجع للجزيرة قبل ما نغرق. لكن ميزي بتقول له انا هطلب من العصف الاحمر انه يساعدنا لانه انقذنا اكتر من مرة. فبيستهزأ جيكوب بكلامها، بس بيتفاجئ ان العاصف الاحمر سمع الكلام وشال المركب على ظهره وقرر انه يساعدهم ويوصلهم للمكان اللي هم عايزينه. وبتكون بيزي في غاية السعادة لانها بتعرف ان الوحوش مش زي اللي مكتوب عنهم في القصص، وبتنزل عند عينيه علشان يشوفها وتعرف تتواصل معاه. وفعلا بيزي بتنجح وبتحركوا في الاتجاه اللي هم عايزينه. وبعدها بتطلع على ظهره وبتشوف المنظر وبتكون حزينة من كمية الرماح اللي مغروزة في ظهره، وبتحاول تساعده زي ما بيساعدهم لكن الرماح كتير. وبعدها بتوصل سفينة الانفتبل للجزيرة الملعونة، وبنشوف كروة داخل مكان على الجزيرة شكله غريب ومرعب. وبيقابل ست عجوزة بتكون ساحرة شريرة جدا، وأول ما بتشوف كرو بتقوله أنا عارفة سبب وجودك عندي دلوقتي. وبتعرض عليه سم قوي جدا قادر يموت أضخم وأقوى الوحوش، بس هيكون ليه تأثير قوي جدا عليه وحياتك كلها هتتحول لجحيم. فبيقول لها كرو انا موافق على اي حاجه تحصل بعدها، بس اهم حاجه انتقم من العسف الاحمر. فبتاخده وبتوريله السلاح الفتاك، وبيكون اسمه سهم القدر، وده قادر يموت اي وحش مهما كانت قوته. وبعدها بيطلعوا من الجزيره الملعونه وبيكون معاهم اقوى سلاح في العالم. بس بيكونوا الصيادين مش عاجبهم اللي عمله كرو مع الساحره، لان ده يعتبر غش وممنوع في الصيد وحاجه مش مشرفه. وبعدها بيشوف كرو كائنات كتير جايه ناحيتهم، فبيقول لهم السبب الوحيد اللي يخلي الكائنات دي تطلع من مكانها هو العاصف الأحمر، واحنا كده قربنا منه جدا. وتاني يوم بيكون العاصف الأحمر وصل للجزيرة، فبيقول جيكوب لبيزي لازم نكمل الطريق من غير العاصف الأحمر لأنه لو قرب من كده هيكون في خطر. وبينزلهم على الشط فبيشكروا العاصف على اللي عمله علشانهم. وبيقول جيكوب للعاصف أنا مش هصطاد وحوش مرة تانية. وبتودع بيزي الوحش الصغير الجميل ده، وبتروح تحضن العاصف وبتودعه. ولكن فجأة بيحس العصب الأحمر بحاجة غريبة على الجزيرة، ولما بيدخل الجزيرة بيشوف سفينة الإمبراطور الحربية، وبيكونوا بيجهزوها وبيستعدوا للحرب على الوحوش. فبيحاول جيكوب إنه يمنعه يروح للسفينة، لكن واحد من الجنود بيشوف الوحش وبيضرب عليه نار، فبيغضب العاصف الأحمر وبدأ الهجوم على السفينة، وجيكوب وبيزي بيحاولوا يمنعوه. فبتتصاب بيزي وبيغمن عليها، وبيقدر العاصف الأحمر بكل سهولة إنه يقسم السفينة نصين. وقبل ما يقتل قائد السفينة بيضرب جيكوب النار عليه علشان يبعده، بس العاصف الأحمر بيلاقي بيزي مصابة فبيروح يطمن عليه. وبتكون سفينة الانفتبل قريبة من الجزيرة، ولما بيشوفها العاصف الأحمر بيغضب أكتر وبيدي كرو الأوامر بالاستعداد والهجوم.
وبيكون العاصف الأحمر في طريقه للسفينة علشان يدمرها، لكن بيضرب الكابتن كرو سهم القدر في الوقت المناسب، وأخيرا بيقدروا يسيطروا عليه ويخدروه، وبيأمرهم كرو إنهم يشيلوا السهم بسرعة علشان ما يموتهوش، لأنه عايز يوصله حي ومتخدر لقصر الملك، وبيبدأوا يربطوه بالإحبال علشان ما يقدرش يتحرك، ويعرفوا يسحبوه لقصر الملك. وقبل ما بيمشوا بيشوف كرو مركب بتقرب منهم، وبيتفاجئ كرو بجيكوب وبيزي لسه عايشين، وبيكون مش مصدق عينيه، وبيطلعوهم للسفينة وبيعالجوا بيزي. وجيكوب بيحكي لكرو على كل حاجة حصلت معاهم، وما بيكونش مصدقه ومصمم ان الوحوش هي اللي بدأت الحرب مع البشر، وانه لازم يسلم العاصف الاحمر للملك ويقتله في المدينة. ولما بتسمع بيزي الكلام ده بتقوم وهي تعبانة، وبتحاول تهجم على كرو بس جيكوب بيمنعها وبيرجعها للسرير. وبعدها بتوصل سفينة الانفتوبل للمدينة، وبنشوف الناس فرحانين جدا ان كرو قدر يمسك العاصف الاحمر. وبتحاول بيزي ان هي تخرج علشان تنقذ العاصف الاحمر، وبتكون محبوسه ومش عارفه تخرج، وبيجيلها الوحش الصغير وبيساعدها على الهرب. واول ما بيدخلوا القصر بتشوف بيزي علامه على البوابه، وبتكون نفس العلامه اللي موجوده في قصص الوحوش، وبتعرف ان الملك هو اللي زور التاريخ بتاع الوحوش. وبتحاول تخرج بعدها علشان تعرف تساعد العاصف الأحمر وتحرره. وبنشوف السفينة وهي داخلة وبتقف قدام قصر الملك، فبيستعرض كرو قوته قدامهم، وإنكم كنتوا غلطانين لما حبيتوا تستغنوا عني، والصيادين هم السبب في الكنوز والثروات اللي في المدينة. وبيمسك برمحه علشان يقتل بيه العاصف الأحمر قدام الملك وأهل المدينة، لكن جيكوب بيمنعه في آخر لحظة، فبيغضب كرو بيهجم عليه وبيضربه ويوقعه في المية. وبنشوف بيزي وبتساعد العاصف، فبتيجي مساعدة كرو بتقطع هي الحبل وبتحرر العاصف الأحمر، ولكن تأثير السم بيخليه لسه متخدر. وأول ما بيشوف كرو بيجري وراه علشان يقتله، لكن بيزي بتوقفه في آخر لحظة وبتقوله كده الحرب مش هتنتهي أبدا بين الوحوش وبين البشر. وبنشوف جيكوب وهو بيكسر الرمح قدام الوحش وأهل المدينة، وبيقول لهم مفيش صيد وحوش تاني بعد كده. فبيهدى العاصف الأحمر وبيطلعوا جيكوب وبيزي على ظهره علشان الناس كلها تعرف إنه مسالم وبيفهمهم. وبدأت بيزي تتكلم مع الناس وتعرفهم إن التاريخ اللي كانوا بيتعلموه كله مزور، والملوك هي اللي مزورة التاريخ علشان ينهبوا الثروات ويستولوا على كنوز البحر. وأخيرا بيقتنعوا أهل المدينة بكلام بيزي، وبيطلبوا من الملك إن يسيب العاصف الأحمر يمشي، لكن الملك والملكة ليهم رأي تاني، وبيدوا الأوامر للجنرال إنه يبدأ الهجوم. لكن الجنرال بيرفض لأن أخوه مات على السفينة مع أهل بيزي قبل كده. وفعلا بيفتحوا البوابات للعاصف الأحمر وبيخرج بسلام، وجيكوب وبيزي بيعيشوا على الجزيرة. ودي بتكون نهاية فيلمنا. أشوفكم في فيلم جديد.